تفتكروا إزاي حاجة بسيطة زي رقيش العجوة بقت جزء من الذاكرة من أول فتحة العيد لريحة الخبيز في البيوت؟ أصل القراقيش دي عمرها ما كانت بس أكلة. تعالوا لما نحكي الأكلة وما فيها. قراقيش العجوة أو كحك العجوة زي ما كانوا بيسموه زمان ده أصله راجع للعصر الفرعوني. أيوة، دول كانوا بيحشوا العجينة بشوية عجوة أو تمر وينقشوا عليها بأشكال مميزة عشان يحطوها في المقابر كقربان للآلهة. ومع الوقت الوصفة دي كملت معانا في العهد الإسلامي، خصوصا في مصر، وتحولت لأكلة موسمية في العيد. بس هنا الدنيا اختلفت خالص، العجينة بقت خفيفة وفيها سمنة بلدي وسمسم، والعجوة بقت بتتعجن بقرفة وشوية سمنة وتتلف وتتخبز وتطلع ريحة تملى الشارع. والسر مش بس في الطعم، السر في اللحظة لما العيلة تتجمع كلها حوالين الصاج، وفي كل قلب واحد فيهم ذكريات من أول جدوده لحد أمهاتهم. ودي كانت حكايتنا النهاردة في الأكلة وما فيها. ولو حسيتوا بفكرة أو أي ذكريات معانا ما تنسوش تعملوا لايك كده أو سبسكرايب وتستنونا في الحلقات الجاية.